عمرك فكرت ليه أغلب الحيوانات بتخاف من النيس؟ هو شكله صغير كده ما يخوفش، بس الحقيقة إنه أخطر بكتير مما تتخيل. النيس يا صديقي بيعيش في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبيفضل الأماكن الدافية وسط الغابات. بس اللي بيخليه مرعب فعلا هي أشواكه الطويلة، أدق من إبرة المستشفى، ولما أي حيوان بيلمسها بتنغرس فورا في جسمه زي الصاروخ. والكارثة إن الأشواك ديت فيها خطاطيف صغيرة بتخلي نزعها مؤلم جدا وصعب خالص. علشان كده أغلب الحيوانات بتقول ملناش دعوة بيه، صغير الحجم بس كفيل يخلي الأسد نفسه يفكر مرتين قبل ما يقرب منه. بس المفاجأة الكبرى بقى إن النيس ما بيهاجمش أصلا، هو مش حيوان عدواني، بالعكس بيحب يعيش في هدوء بعيد عن المشاكل. لكن لما بيحس بالخطر بيقلب نظام الدفاع عنده 100%. أول حاجة بيعملها بيبدأ يهرش الأشواك في بعض بسرعة جدا، فتسمع صوت احتكاك يخوف أي حيوان يفكر يقرب منه. ولو العدو مكمل ومش خايف، النص بيلف ظهره ناحية الخصم ويرفع له ديله ويفضل يلوح بيه زي كرباج مليان خطاطيف. بس خد بالك، هو ما بيرميش الأشواك زي ما الناس فاكرة، لكن الأشواك بتنفصل بسهولة أول ما تلمس جسم الحيوان التاني وتنغرس فيها كأنها فخ محكم. والمصيبة بقى، كل شوكة ممكن تفضل مغروزة جوه الجلد الأيام، ولو وصلت لمكان حساس زي العين أو المفاصل ممكن تسبب عدوى خطيرة أو حتى الموت. وعلشان كده الحيوانات المفترسة بتتعلم من أول تجربة إن النص شكله كيوت، بس أي لمسة غلط منه وجع ما يتنسيش. بس السؤال هنا بقى هو إزاي الناس بيتزاوج رغم الأشواك الحادة دي؟ لما الذكر يا صديقي بيعجب بأنثى ما بيجريش وراها زي باقي الحيوانات، ده بيبدأ يتصرف بهدوء وثقة كأنه بيستعرض قدامها أناقته، ينفش أشواكه ويهز ظهره بخفة وكأنه بيقول لها بلطف أنا جاهز ومستعد يا قمر أنت. لكن قبل ما يوصل ليها بيكون عليه الأول يواجه منافسين تانيين. في الغالب الذكور بيتنافسوا على أنثى واحدة، وأحيانا المعركة بينهم بتستمر لساعات طويلة، بيهجموا على بعض بأسنانهم وأشواكهم الحادة، وكل واحد فيهم بيحاول يثبت انه الاقوى والاقدر بيها. تخيل بقى النيس الواحد عنده حوالي 30,000 شوكة، يعني كأنه ماشي ومعاه ترسانة كاملة من الأسلحة، وده بيخلي المعارك دي خطيرة جدا وممكن فعلا تسبب إصابات صعبة. وأحيانا المعركة ما بتنتهيش إلا لما واحد منهم يتأذي أو يموت. أما اللي بيكسب بقى هو اللي بيبدأ العرض الحقيقي قدام الأنثى، يقرب منها بهدوء وينفش أشواكه بخفة كعلامة يعني إنه موجود. وكده الأنثى بقى تبدأ ترفع أشواكها بحذر وتسيب مساحة صغيرة كإشارة إنها مش خايفة وجاهزة، والذكر يقرب منها بخطوات بطيئة جدا وبيحافظ على توازنه من غير ما يلمسها مباشرة. المشهد كله يا صديقي بيبقى هادي ومتناغم كأنه رقصة حب صامتة وسط الغابة، كل حركة محسوبة بدقة فيها حذر واحترام متبادل غريب بين الكائنين. وبعد ما لحظة التزاوج الهادية دي بتتم، بتبدأ مرحلة جديدة تماما في حياة النيس. أول ما الأنثى تحمل يا صديقي بتبقى أهدى وحذرة جدا من أي وقت تاني لحد ما تيجي لحظة الولادة، واللي بتكون اصلا معجزه في حد ذاتها. لان الغريب ان صغار الناس بيتولدوا باشواك فعلا، بس ما تقلقش الاشواك دي بتبقى طريه اشبه بالخيوط الناعمه علشان ما تاذيش الام وهي بتولدهم. وبعد ساعات قليله بس الاشواك بتبدا تنشف وتبقى حقيقيه. الانثى بقى هنا بتتحول من كائن هادي لحارس شرس، بتبقى واقفه حوالين صغارها رافعه اشواكها ومستعده تواجه اي خطر يقرب منهم. حتى الاب نفسه ساعات ما بتسمحلوش انه يقرب لو حست ان في تهديد. الصغير بقى اول ما يتولد يا صديقي بيكون شبه كرة صغيرة بشوك خفيف، يقعد يرضع من امه ويستخبى تحت بطنها، وهي تفضل تلف حواليه وتسمع اي صوت او تشم اي ريحة حواليهم، يعني حماية 24 ساعة بدون توقف. وبعد ايام قليلة بيبدأ النيس الصغير يتعلم ازاي ينفش اشواكه، ازاي يحمي نفسه، وازاي يمشي ورا امه زي ضلها خطوة بخطوة لحد ما شوكه يبقى قوي ويبقى جاهز يواجه العالم. تخيل بقى كائن شكله شرس كده بس جواه امومة واهتمام ورفق لا يوصف. وفي النهاية يا صديقي الناس بيجمع ما بين حاجتين صعب يتجمعوا في كائن واحد، قوة وشجاعة في القتال ورقة وذكاء في لحظات الحب. وده سر جمال خلق الله، حتى اللي شكله خطر جواه توازن مدهش ما بين القوة والحنية. وفي النهاية صلوا على الحبيب.